السلام عليكم، عاملين ايه؟ معاكم قناة وردة البيت. بصوا، هقولكم النهاردة المراتب انجلندر بتاعت الامريكي، واللي ما جابش انجلندر فعلا ما جابش. انا عارفة ان في ماركات كتير حلوة، بس بصراحة انجلندر بقالها معايا 6 سنين، وبأمانة بجد تحفة. هوريها لكم النهاردة كل تفاصيلها، بس هوريكم الاول الكفر. الكفر ده مهم جدا لاي مرتبه. اولا الكفر بتاعي منع تسريب، واستحاله يخليها تتوسخ ابدا. يعني انا هوريها لكم بعد كام سنه وانا عندي الشقه بتاعتي كلها على الشارع. الدنيا بتبقى بجد مليانه تراب ومليانه قرف بقى وكده، وفي ورشه وبتاع، بس الكفر مخليها كأني لسه فاتحاها. مخليها حلوة جدا، وهوريها لكم دلوقتي، ولا فيها بقع ولا اي حاجة. تماما، هي فعلا فعلا تحفة. ده كده الكفر. فانتي لما تيجي تشتري الكفر هاتيه مانع للتسريب، وده ضروري ان انتي تجيبيه معاكي مع الجهاز، لان انتي اول ما بتشيلي الاكياس بتاعت المراتب تبتدي ان انتي تحطيه. انا حطاه بصراحة من ساعة ما اتجوزت، ما شلتهوش خالص. هوريه لكم دلوقتي من تحت كمان. ازاي هو مانع التسريب اهوت. بصوا، هو عامل زي المشمع كده اهو من تحت. ده مانع للتسريب، وبيتغسل في الغسالة عادي، يعني مفيش اي مشكلة فيه. بتشيليه تحطيه في الغسالة، مية اتدلقت اي حاجة بتلاقي المرتبة بتاعتك نضيفة زي ما انت شايفة كده، مبيجرالهاش اي حاجة. المرتبة بتاعتي دي انجلندر امريكي، صيفي شتوي سوست متصلة. هي دي مش منفصلة بصراحة، متصلة بس جميع انواع انجلندر بجد تحفة. آه، آم، حلوة جدا. بصوا الكفر كمان في استك، بتقفليه على المرتبة علشان خاطر ما تتوسخش منك نهائي. زي ما بقولك بقى، اي حاجة اتدلقت عليها المرتبة بتاعتك زي ما انت شايفة كده، ولا اي حاجة خالص. هنتكلم بقى على المرتبة حلوة جدا ومتينة جدا، ومش من نوع ان انت تكوني مثلا نايمة حد نايم جنبك واول ما يقوم المرتبة تتهز اكنك زلزال. لا لا لا، مفيش الكلام ده. اللي يقوم من جنبك ما تحسيش بيه، واللي ينام جنبك ما تحسيش بيه. بجد بجد تحفة. في يانسن وفي فور بيد وفي تاكي، وفي انواع كتير مسمعة، بس بصراحة هي انجلندر احسن نوع دلوقتي بينهم. تمام. انا وريتها لكم. هي انا هنا كنت حطاها على الوش التاني، الوش الشتوي. ف عشان كده جايلكم بالمقلوب. فهو بصوا فور ويتر ده الوش الشتوي، وهي مكتوب اهو انجلندر. هي امريكي مش مصري، للناس يعني اللي هتحسبها مصري، هي مش مصري خالص. هي امريكي. وبقول لكم احسن من يانسن، واحسن من تاكي وفوربيد وحاجات كتير جدا. الصوصات بتاعتها هي متصله. الفايبر بتاعها حلو جدا جدا جدا، يعني ولا كلكعه ولا اي حاجه، لان انا كل حاجه جايباها من انجلندر. بصوا شكلها عامل ازاي، ما شاء الله متينه جدا. وده اليد بتاعتها عشان لما تيجي تنقلي يمين وشمال تمسكي منها. غير كده كمان فيها فتحات تهوية، مش مضطرة ان انتي طبعا بقى ولا تخرجي بلكونة ولا الكلام ده. طبعا هو في دي الحاجة الفتحات التهوية دي في انواع كتير، بس في انجلترا بصوا مهوية ازاي، بحيث ان انتي قلبتيها على الوش ده تتهوى، قلبتيها على الوش ده تتهوى. في اتنين، يعني في واحدة اهي، وفي واحدة برضو اهي الناحية التانية. والجنب التاني برضو في اتنين، يعني كل جنب فيه اتنين تهوية، في فتحتين للتهوية. وكمان هقول لكم ايه كمان. الارتفاع. هاتي اكبر ارتفاع. الارتفاع ده تقريبا كان 27، كان اكبر ارتفاع فيها. مفيش 30 على فكرة، بس ده كان اكبر ارتفاع فيها 27. هاتي اكبر ارتفاع عشان ما تحسيش ان المرتبة واقعة منك في الارض. ولما تحطي كمان عليها الملاية وتحطيها على السرير يكون شكلها حلو، ما بيأثرش ابدا في النوم، وما بيأثرش ابدا في لما تيجي تنزلي من عليها. بالعكس، ده انت كل ما تجيبيها عالية كل ما تكون احسن يعني. ده اعلى ارتفاع في انجلندر. تمام. انا جايبه اعلى ارتفاع في الاطفال وفي الكبير. اللي انا بوريها لكم دي السرير اللي انا مصوره لكم دوت. المرتبه بتاعته 120، يعني دي انجلندر 120 سنتي. بس انا جايبه الاتنين الاطفال زي النوم الكبيره، جايبه الثلاث مراتب من انجلندر. وحاطه على الثلاثه برضو الكفرات.
بصوا شكلها تحفه جدا على فكره. في كذا نوع من جليندر، يعني في اللي هو بتاع الظهر، وفي اللي هو السوسة المنفصله، في حاجات كتير جدا. انا بقول لكم جايبه سوسة متصله ووش صيفي ووش شتوي، في فتحات تهويه واعلى نسبه ارتفاع، تحفه جدا. بقالي 6 سنين متجوزه ما اشتكتش منها نهائي نهائي، وهي فعلا حلوه جدا. ده كده شكل المرتبه بتاعتنا اهو من فوق. انا ما شلتش بقى الكفر كله، ما اقدرش استغنى عنه بصراحه. وده كده لما بتيجي تحطي عليها الملايه بتبقى تحفه. عايزه اوريكم بقى المخدات. انا المخدات كمان جايباها من انجلندر، والخداديات وكل حاجه عندي بصراحه انجلندر، يعني حتى المخدات جايباها من انجلندر. اهو بصوا انجلندر. برضو امريكي. في ناس بتجيب المخدات نوع، ولا لا ما عملتش كده، ولا تصدعك ولا تهبط ولا اي حاجه نهائي، ولا تلاقيها بعد فتره كده هبطت منك وبقت وحشه عايزه تترمي في الزباله. مفيش الكلام ده. بتتحط في الغساله بس على درجه حراره 30 ومن غير عصر، على درجة حرارة 30 ومن غير عصر. يعني حطيها في الغسالة بتطلع زي الفل، لكنك لسه شارياها. حطيتيها في الغسالة، او حطيت بتاعت اوضه النوم في الغسالة، وحطيت الخداديات في الغسالة، طلعوا زي ما هم ونايمين عليها دلوقتي، ومفيش اي مشكلة خالص. آه، دي الخدادية بتاعتها برضو الدنيا زي ما هي. بصوا عاملة ازاي. بصراحة هتندمي لو انت عروسة وما اشتريتيش الانجلندر الامريكي. بس بقى انا كده قلت لكم كل حاجة عنها. لو في اي استفسارات عايزين تعرفوها اكتبوا لي في الكومنتات. وده شكل المرتبة بتاعتنا بقى من فوق ومن تحت وكل الاتجاهات. وبس بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا رب يا رب يا رب يكون النهارده افدتكم باي حاجه. وما تنسوش اللايك لايك لايك لايك. وبجد بجد لو انت عروسه وما جبتيش انجلندر هتندمي، علشان هي فيها كل حاجه متاحه قدامك. وبس بقى ده كان الفيديو بتاع النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو في اي استفسارات اكتبولي في الكومنتات.